السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا معانا أخبار بتجيبنا النهاردة، وعاوزين نعرف زيزو، عقد زيزو، عايزين نعرف فلوس إمام عاشور راحت فين. يلا بينا كده على أول تصريح. الأستاذ رئيس نادي الاتحاد الإسكندري محمد مصلحي بيقول محمود الخطيب وعدل القيع وأمير توفيق جو للبيت عشان خاطر يضموا مروان عطية، اقصاد إن الاتحاد ياخد محمد محمود وعمار حمدي وكهربا. طبعا هو رفض عشان خاطر مشكلة كهربا هو مش عاوز يتحمل بيها، ان هو عنده يقين ان المشكلة بتاعت كهربا يشيلها الاهلي، يشيلها كهربا. انا يجيني اللاعب لو اقل يعني فاضي، ما يجينيش اللاعب وعليه مشاكله وعليه فلوس، وهو الاتحاد مش ناقص يعني يشيل الفلوس دي كلها يعني. بس هم حبوا يستنصحوا شوية وقال لك لبسها، بس الراجل طلع فايق شوية. تاني حاجة، امبارح كانت الحفلة بتاعت النادي الأهلي. أنا استغربت منها الصراحة في حاجة، إن هو بيحتفل مع رجال الأعمال وبيحتفل مع قيادات الأهلي مش مع جمهور الأهلي. بس دي سياسة احنا مش هنتكلم فيها. ليه؟ لما تيجي تتكلم يقول لك احنا النظام الحديث واحنا واحنا واحنا. حسن حمدي عن الحفلة، ده اسلام صادق بيقول لك سبب غياب حسن حمدي على الحفله ان هو كان رافض تعاقد مع امام عاشور عشان سب الاهلي وسب ادارته وسب جمهوره. تمام، هو كان رافض المبدا ده ورافض ان هم يتعاقدوا معاه اصلا. بس هو في خلاف بينه وما بين الاهلي، ده سبب عدم تواجده. برضو اسلام صادق بيقول لك اسماء كبيره تواصلت مع سيد عبد الحفيظ لاقناعه عشان يروح الحفله ويتكرم. برضو سيد رفض. ايه السبب؟ الله اعلم. مش هنقدر نقول لك مثلا ان هو اسباب فنيه ولا اسباب اداريه ولا اسباب ما نعرفش. يعني هو سببه شايف، هو ممكن يكون شايف نفسه ان هو اتظلم في الاهلي. هو ممكن يكون شايف نفسه ان هو ما خدش حقه، ان هو عمل واخد بطولات يعني اداؤه كان كويس الصراحه مع اداره الاهلي ومع جمهور الاهلي. تمام، ومع لعيبه الاهلي. بس ان هو يمشي، دي هو شايفها حاجه مش حلوه في حقه مثلا، عشان كده مثلا رفض ان هو يحضر. طبعا هنيجي نتكلم في او عقد امام عاشور. طبعا الكل عارف ان امام عاشور راح ميتلاند. طبعا الفلوس مش قاعده، مفيش ورق يثبت ان هو راح ميتلاند. الورق والفلوس اتبخرت. في اقاويل بيقول لك لا، اصلا هم الزمالك عشان حساباته كانت مقفوله بعت لرابطه الانديه الفلوس، ومن رابطه الانديه هو استلم الفلوس ومش عارف ايه. ده حوارات بنسمعها كتير، ما خفى كان اعظم زي ما بيقولوها. احنا مش عارفين ايه الدنيا دلوقتي هترسى على ايه. يا اخواننا، الحوار كبير كبير كبير. مرتضى وامثاله سرقوا الزمالك، دي بالعربي كده. طبعا موضوع عقد زيزو، طبعا بنسمع ارقام الصراحه ان زيزو بياخد 83 مليون في الثلاث مواسم. امتيازات في حاله فوز بالدوري، ليه مكافآت، الكلام ده. برضو مين سبب ان هو يطلع عقد في الوقت الحالي والدنيا توسع؟ اللي كان ماسك الزمالك. انا عاوز افهم بس للناس اللي هم لغايه الان بينتموا لمرتضى وبيقولوا مرتضى مرتضى مرتضى. طب معلش، ما شغلتش مخك لحظه ان الراجل ده كان بيدور على مصلحته الشخصيه؟ يا اخواننا، احنا مش عاوزين نبصوا تحت رجلينا. مرتضى وابنه والمجموعه اللي كانوا عليه هم اللي سرقوا الزمالك. والايام الجايه هتثبت لك ان الزمالك داخل على ايام سوداء، ومعاه 10 سنين تاني عشان يفكر يفوز ولا يفكر يعمل بطوله ولا يفكر يستقر. السلام عليكم.